ويمكن زي ما ميدو وصل رساله دلوقتي وقال ان في ناس نجوم كلموه قالوا له انت واقف ليه ورا النادي. في ناس اتصلوا بالراجل بعد ما وصل المدير الفني وقالوا له النادي كله مشاكل، انت ايه اللي جابك؟ هم دول ولاد الزمالك الحقيقيين، هم دول الرموز الحقيقيين. عايز اسقف لهم على خيبتهم. عمر ما في حد زملكاوي يعمل كده. ميدو ادى مثل وانا ما كنتش عايز اتكلم، وكلموا الراجل قالوا له اهرب ده نادي كله مشاكل، وقالوا له انت بتشتم قبل ما تستلم. ما في صفحات دلوقتي تشتموا على فكره قبل ما يستلم. ده مناخ سيء مقرف. ويمكن المثل اللي دايما بنقول عليه انه 2 ستات اتخانقوا على طفل، ده ابني وده ابني قدام القاضي، فالقاضي قال خلاص هقسمه نصين، انت خد النص ده وانت خد النص ده. ام الحياه لا مش عايزاه، طلعت ايه ام الحياه وسلمه لها. تمام. عايزين الكرسي، انزلوا انتخابات، هعمل لكم انتخابات اقرب مما تتخيلوا. بس انا عايز انبهكم لحاجه. اللي بتقولوا المدرب الاجنبي ده اول ما يوصل ده يعني ده كويس، ونادي محجوز عليه ده كويس، ده احنا محوشين الفلوس للراجل بالدولارات عشان اول ما يوصل نقول له اتفضل فلوسك. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو انت دلوقتي لو مشيتني مرتضى مش عايزينك، ماشي شهر 7 بعد كام شهر هرشح نفسي، هيحصل ايه؟ شروط الترشيح تنطبق، هكتسح الانتخابات. بس الثلاث اشهر دول النادي هيعمل كده، لان لا في مدرب ولا لاعب هيقول لك مع احترامي طبعا المجلس كله، في رئيس النادي اللي كل شويه رايح جاي. فانا بنصحكم. ليه انا قلت الكلام ده لناس كبار جدا عايز امشي، انا عايز امشي، قال لك النادي يعمل كده؟ طب ما احمد جلال عارف احنا مقدمين استقالتنا كلنا قبل ما نرجع، كلنا مظبوط كده، وجاي مندوب محترم جه ختم مننا استقاله. اول ما اخد حكم رجعنا، مش عايزين نرجع. حسين لبيب راح للدوله، واحمد سليمان، وناس من اصدقائي انا شخصيا، وفي تحريات بتحصل. دول مين؟ دول جابوا النادي الارض. الدواء مش انت عندك مرض، الدواء الراجل ده بعد ما كانوا بيشجعوني ايوه احسن قرار، صحتك ولادك اسرتك، قال لك غصب عنك انزل هتكتسح. وهنزل تاني ان شاء الله برضه اكتسح، عشان اللي اتعمل في النادي ده ما اتعملش قبل كده. فسيبوا النادي في حاله، سيبوا احنا عملنا سنه يا جماعه، عيب والله. السنه دي مرفوع 98 قضيه، عيب. انما بقى بالحكم ده انت رايح تجري بيه. هو انا سرقت النادي؟ وانا ممكن اقدم طلب دلوقتي مجلس اداره، انا متبرع ب 30 مليون جنيه عايزهم، رجعت في التبرع بتاعي. غيري بقى خارب النادي وحاجز عليه وعمال يسلط شويه عيال، واديكم شفتوا لما قالوا ان تقرير لجنه هيئه المفوضين عزل، قلت لهم طب ما تطلعوه. انا ما قريتوش بس عرفت، لسه ما قريتوش، لسه هنطلع عليه في الجلسه ان شاء الله جايه، هنطلب ان نطلع عليه. طلع اصليا رفض الدعوه لانعدام صفاتهم كلهم مصلحتهم. لا شايل دي، وحتى بقى الاحتياطي. طب ما عندك الاصل اهو، طب رد عليا؟ لا. بس للاسف صفحات زملكاويه هي اللي كانت بتروج ده. عزل رئيس نادي، عزل صفحات زملكاويه. ده كويس ان الواحد عايش وصابر ومتحملكم، لان جماهير الزمالك الحقيقه المحترمه اللي بالملايين للاسف عاجزه انها ترد عليكم. تاني عاجزه، عشان ناس محترمه مؤدبه مش هيردوا على عيال سفله. انما لما تكتب انت زملكاوي منشط بتاع قناتك دي عزل مرتضى منصور رئيس النادي، واخد من مين؟ من عيل اخوان جه اسمه كمال محمد ممدوح عباس. ما احنا عارفين من مين هو ممدوح عباس. احنا عملنا اللي علينا، شكلنا لجنه دائمه اسمها لجنه كوره، احنا قلنا قصتها خلاص الناس كلها سمعتها. وانا بصراحه مندهش، يعني انا في ذهول. في كده؟ في كده، في كده. مجلس اداره بقاله سنه ومرفوع عليه 100 قضيه ومحجوز عليه. طب ما انتوا كلكم نزلتوا انتخابات و12-0، يعني مين كان يعرف مريم ولا احمد ولا محمود ولا بسنت ولا اللي هو علاء وكان نائب رئيس مخابرات حربيه، ولا مين يعرف دول؟ لكن الناس ثقه في رئيس النادي جابوهم. وما شاء الله على ولا طول عمره سليمان بالسياسي، طول عمره كان وكيل مجلس النواب الدوره اللي فاتت، ورئيس المجموعه البرلمانيه الوفد الدوره دي، وليه شرف الوفد، لكن عمره ما كان في مجال رياضي. الناس ثقه جابتهم. انت مش مكسوف من نفسك؟ لا بجد، انت مش مكسوف انك انت سقطت 12-0؟ انت مش مكسوف ان فين خالد لطيف كان هنا، ان خالد لطيف يكسبك يا هاني يا شكري، ان علاء مقلد كسبهم كلهم؟ علاء مقلد ده نزل انتخابات قبل كده 65 مره، 200 صوت، 130 صوت. طب كم مره؟ كسبت قبليها بقى. قبليها
يعني نمسح اللي قبلها؟ ناس اكتسحت خلاص يا جماعه. بقول للجمهور المحترم اقفل الصفحه وابدا مع فريقك صفحه جديده.